تخيل في عرسك ولا في عرسكي دابزت العائله ديال العروسه مع العائله ديال العريس وضيعوا لكم داك العرس كامل، شنو غادي تكون ردة الفعل ديالك؟ هذا الشيء طرا من دابا يومين في مدينه العرو، ان العريس كان غادي يجيب العروسه من بنطيب. منين وصلوا تما لبنطيب وقعوا العراكات بين العائله ديال العريس مع العائله ديال العروسه، عراكات كلاميه. منين جابوا العروسه وجايين في داك الموكب يعني كيكلاكسونيو بالسياره توصلوا للعروي، العراكات الكلاميه ما بقاتش، ولات عراكات ديال المدابزه المخاصمانيش. تخيل مسكين داك العريس وداك العروسه كيشوفوا داك المنظر، ان العائلات ديالهم كيدابزوا بيناتهم كيضيعوا لهم العرس. يعني انت خاسر زباله ديال الفلوس وشحال ديال البلانويات وتجي العرس كيضيعوا لك الاقارب ديالك، العائله ديالك. لا حول ولا قوه الا بالله. الاشخاص اللي داروا هذا الشيء ما فكروش في داك العريس وداك العروسه شنو غادي تكون رده الفعل، راه غادي يضيعوا لهم يعني حياتهم، ويبقاو يفكروا في داك المنظر. هذيك الليله كتجي واحد المره في العمر ويجي يضيعوها لك عائلتك. العرس دار ضجه كبيره كلشي كيهضر عليه، يعني ان انت في العرس وقع المخاصمه بين العائله والعروسه والعريس. الصراحه شي حاجه اللي كتضر في الخاطر. كنتمنوا حنا هذا الشيء ما ياثرش على العلاقه ديال العريس والعروسه، وكنتمنوا لهم ان شاء الله ربي يتكمل عليهم بالخير ويعوضهم في هذا الشيء اللي طرا ليهم، يعوضهم ربي ما احسن ان شاء الله. الميساج اللي بغيت نوصل لكم، ما كنتيش قادر دير شي عرس ماشي تمشي تكلف راسك وتسلف، دير اللي قديتي عليه بلا ما يبيعوا لك العجل العائله والصحاب. لا ديال العرس حنا نعاونوك نفرحوا بك. شوف اخويا ولا اختي، ما كنتيش قادر دير الفاتحه العدول ودخل ديك السيده اللي كتبغي تدخلها لداركم. كنتي قادر دير العرس الله يكمل عليك بالخير يفرحوا بك، ما كنتيش قادر ما تكلفش راسك.